لو فاكر إن السرعة مجرد رقم على العداد في الفيديو ده مش ليه، إحنا النهارده قدام سرعة العمالقة، من ناحية عندنا الوحش اللي مالوش رجال كawasaki H2R، ومن الناحية التانية تحت الفن الإيطالي الدوكاتي بانيجالي V4R. بايك بسوبر تشارج ضد بايك بتكنولوجيا الموتو جي بي، تفتكر مين اللي عالم على التاني في التراك؟ ركز معايا بقى عشان الكلام اللي جاي فيه حرق اسفلت. نبدا بالاتش 2 ار. كawasaki هنا ما جاتش تهزر، دي استعانت بمهندسين من قسم الطيران عشان يعملوا بايك مش محتاج مرايات، هو محتاج اجنحه عشان يطير مش اكتر، جسم كله كربون فايبر وتصميم هجومي. اما الفي 4 ار فدي حكايه تانية خالص، دوكاتي مش بتعمل موتوسيكل، دي بتعمل لوحه فنيه متحركه، هي اصغر واخف وارفع بكتير. الاجنحه هنا مش للديكور، دي تكنولوجيا مسروقه حرفيا من الموتوسيكل بجنايه في الموتو جي بي عشان تديك ثبات في المنعطفات، يخليك تحس انك لازق في الارض. خلينا نتكلم شويه بقى بلغه الارقام. الاتش 2 ار محرك 998 سي سي بس معاه الشيطان سوبر تشارج، بيطلع قوه بتوصل ل 326 حصان، ده مش موتوسيكل عادي، ده صاروخ ارض حرفيا. اما الفي 4 ار محرك 998 سي سي تنفس طبيعي بس بيوصل ل 240 حصان مع الشكمان السباق. هتقول لي يا ابو حراز الفرق كبير لصالح الياباني، اقول لك استنى، الفي 4 ار وزنها 167 كيلو، يعني نسبه القوه اللي الوزن فيها بتخليها بصوصه للجري، وفي المحريات الاتش 2 ار الغشيم بيعلي فيها بسبب وزن، لو صوت الاتش 2 ار هتحس انك راكب اعصار. السوبر تشارج هنا بيخلي العجله اللي قدام عايزه تودع الارض في كل غيار حرفيا. لما اقول لك ان مفيش حاجه على كوكب الارض بتجيب 400 كيلومتر في الساعه، انا مش بكلمك عن صاروخ محرك توربيني زي الام تي تي ولا تحفه فنيه لعرض زي التوماهوك، لا يا صاحبي، انا بكلمك عن الاسفلت، وحش التراكات اللي بيصارع الجاذبيه والفيزياء في كل ملف. ال 400 هنا مش رقم على ورق، لا ده تم تجربته واقعيه. لكن الفي 4 ار ده مشهد جراح، دقتها في الملفات خرافيه، وصوت محركه هيخلي ودنك تشعل الادرينالين. هي معمولة عشان تكسر أرقام قياسية في الحلبات اللي فيها ملفات من وراه. ال H2R سعرها ب 55 ل 60,000 دولار، أما ال V4R بتعدي ال 45,000 دولار وممكن تزيد حسب التعديلات. في النهاية لو أنت من عشاق القوة الغاشمة والسرعة القصوى اللي ملهاش حدود فال H2R هي اختيارك، أما لو أنت كيس سواقة وبتحب التكنولوجيا الإيطالية والدقة في الملفات فال V4R هي الملكة. دلوقتي جه دوركم، لو قدامك المفتاحين هتختار الوحش الأخضر ولا الرصاصة الحمراء؟ مستني رأيكم في الكومنتات، متنسوش الفولو عشان نوصل 1000 أقرب وقت.